أيها السادة، أما وقد ساد النفط فإن كل شيء في بلادنا غدا نفطيا. حاكمنا النفطي كلي القدرة في اعتقاده، تصب في جيبه مع كل إشراقة شمس الملايين من الدنانير الذهبية، فيمنحها من يشاء وكيفما يشاء دون رقيب أو حسيب. يستيقظ الحاكم البترولي في بلادنا يطمئن على عدته الكاملة من رجال الأمن والمثقفين الذين أنتجتهم العوائد النفطية، يتأكد من سلامة السفير الأمريكي ورضا بلاده، ويبدأ حياته اليومية المعتادة القائمة على تخريب كل شيء وتكييفه على هواه. عقود من النفط أيها الإخوة والأخوات مضت على بلادنا، ومع كل برميل يخرج من جوف هذه الأرض تزداد المخاوف من المستقبل الأسود الذي ينتظر هذه البلاد وأهلها. أين ذهبت الأموال وكيف صرفت وماذا دمرت في طريقها اليومي دخولا وخروجا من هذه البلاد؟ ماذا أفسد النفط في حياتنا؟ كيف أثر على قيم الإنتاج والعمل في حياة هذه الشعوب؟ وماذا ينتظرنا بعد رحيله؟ هذا ما نبحثه الليلة في العمق مع الدكتور عبد العزيز الدخيل، الكاتب والباحث والخبير في الاقتصاد السياسي. مرحبا بك دكتور. حياك الله. سعداء باستضافتك.